وعبر جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن رفضه للمشاهد غير المقبولة التي شهدها نهائي كأس إفريقيا على أرض الملعب وفي المدرجات. إنفانتينو أكد في منشور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام على رفض الفيفا التام لأي مظهر من مظاهر العنف، مشددا على ضرورة احترام قرارات الحكام داخل الملعب وخارج الملعب والالتزام بقوانين اللعبة. كما طالب الهيئة التأديبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد مستقبلا. وفي تصريح خاص لبين سبورت قال مدرب السنغال باب تياو إنه كان يعلم بصعوبة المواجهة أمام المنتخب المغربي الذي وصفه بأفضل منتخب أفريقي، مشيرا إلى أن ما دفعه لمطالبة لاعبيه بالانسحاب كان الغضب الشديد من قرار الحكم، لكنه رغم ذلك قدم اعتذاره لمحبي كرة القدم. ندري منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة لأننا واجهنا أحسن منتخب على صعيد الأفريقي، المنتخب المغربي الذي قدم عطاء كرويا جيد جدا. أن تفوز على المنتخب المغربي على أرضية ميدانه والمصاحب بالآلاف المؤلفة من الجماهير لم يكن بالأمر الهين والسهل، ولكن نحن تحلينا بالصلابة الدفاعية والانسجام بين الخطوط الثلاثة. أيضا كنا متفوقين في الاستحواذ على الكرة والانتقال النوعي من الدفاع إلى وسط الميدان إلى الهجوم. وفي المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي إن ركلة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز كانت بسبب الضغط الكبير، وأن ما حدث هو جزء من قساوة كرة القدم، مؤكدا أن الخسارة مؤلمة جدا، خاصة وأن المنتخب كان قريبا من التتويج، لكن الظروف كانت معقدة والمباراة لعبت على التفاصيل الصغيرة. طبعا ليس من عادتي أن أنتقد اللاعبين في طريقة تسديد ضربات الجزاء، وكان هناك لاعب أصيب في الرباط الصليبي وبالتالي لم يكن هو مسدد ركلات الترجيح، بالتالي هي ضربة جزاء في آخر دقيقة. ضغط كبير كان بإمكانه أن يهدينا كأس أفريقيا، ولكن هذا جزء لا يتجزأ من قساوة كرة القدم ومن هذه اللعبة التي نمارسها. لا نريد أن نطلب في الحديث عن إبراهيم دياز، لقد قام بتسديد ضربة جزاء وسجلها في السابق. الأمر صعب، لا أستطيع أن أكذب عليكم. أردنا أن نكون أبطال أفريقيا، هذا هو عالم كرة قدم. كرة قدم قاسية دائما، وفي هذا اليوم رأينا خسرنا المباراة. كان بإمكاننا، كنا قاب قوسين أو أدنى من أن نصبح أبطال أفريقيا. نحن أنهينا ب10 لاعبين خاصة بعد إضاعة ضربة الجزاء. كانت مباراة متوازنة، كنا نعرف أن المباراة سوف تلعب من خلال التفاصيل الصغيرة. نسبة الاستحواذ كانت متوازنة، 51% لهم 49% لنا. حينما تتاح لك الفرص لابد أن تترجم فرص إلى أهداف. أتيحت الفرص من قبل الطرفين، سيناريو هيتشكوكي مثل ما يقال. إذا نأسف للجماهير المغربية، كنا قاب قوسين أو أدنى مرة أخرى من الفوز باللقب. الآن يمكن أن نقضي الساعات. هذه المجموعة سيقوى عودها في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة. هناك ما يسمى بالتجربة التراكمية. التهاني نوصلها إلى المنتخب السنغالي. نحن كمنتخب مغربي فرطنا فرصة الفوز باللقب، هذا يخصني ويخص مجموعة من اللاعبين. وعبر لاعب المنتخب السنغالي ساديو ماني عن فرحته الكبيرة بتتويجه باللقب القاري. وأكد نجم السنغال وأفضل لاعب في البطولة أن قرار مطالبته اللاعبين بالعودة إلى أرض الملعب كان القرار الصائب، وأنه لا يمكن الانسحاب من المباراة بسبب قرار الحكم الذي يجب تقبله بجميع الأحوال. أحلق فوق السحاب، لا أرجو من كرة القدم أكثر مما حققناه. خضت 3 نهائيات وفزت بلقبين، هذا يشرفني. الأمر لم يكن سهلا، وأعتقد أنه بمساعدة الله سبحانه وتعالى
استطعنا أن نصل إلى هذا النهائي ونحن سعداء بالفوز بهذا اللقب. كان القرار الصعب، كان يمكن أو عدم إنهاء المباراة كان يمكن أن يكون قرارا غير صعب. أعتقد، لا أعرف إن كانت ضربة الجزاء صحيحة أم لا، ولكن الأهم سواء كانت هناك ضربة جزاء فعليك أن تقبل الأمر. ليس من المعقول أن يذهب اللاعبين إلى غرفة تغيير الملابس، ولكن أنا كنت ضد فكرة مغادرة الملعب وطلبت من اللاعبين العودة. ضربة الجزاء أعطتنا دفعا سيكولوجيا وساعدتنا في الفوز. صحيح هم خاضوا 120 دقيقة، لربما من ناحية الثروة البدنية الدقائق صبت في مصلحتنا. ولردة فعل الله بعد نهائي كأس إفريقيا، نشر الدولي المغربي إبراهيم دياز بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذر فيه للجماهير المغربية. نجم ريال مدريد الذي أهدر ركلة جزاء في آخر أنفاس المواجهة أمام السنغال أكد في البيان أنه يتحمل المسؤولية كاملة، مقدما في الوقت ذاته اعتذاره للجماهير. صاحب 26 عاما قال أيضا إنه كان يحلم دائما بهذا اللقب الإفريقي وسيكون من الصعب عليه النهوض مجددا. وأضاف دياز أنه سيستمر في المضي قدما حتى يتمكن من رد حب الجماهير المغربية ويكون فخرا لها.